يا ترى سمعت قبل كده عن حاجة اسمها ساكني كهوف؟ مصطلح ساكني كهوف مش قصدي أهل الكهف المذكورين في القرآن الكريم، لا، ولا قصدي أهل الكهف أو ساكني كهوف في العصور القديمة. أنا قصدي حاليا في الوقت الحالي. ساكني الكهوف دول بتلاقيهم في كل أسرة، في كل بيت، في مجتمعاتنا، في كل مؤسسة وكل شركة. طيب سمعت قبل كده عن حاجة اسمها علم نفس إدارة الأعمال؟ Business Psychology. هوضح لكم ساكني كهوف دول موجودين في الشركات والمؤسسات بتبقى الكاركتر بتاعهم ايه، وهشرحها لكم برضو في الحياة وفي المجتمع وفي البيت بيعملوا ايه. ساكني كهوف دول أو cave people دول ضد كل حاجة تقريبا، بمعنى ضد كل حاجة. مش بيفكروا في أي حاجة في الدنيا غير مصلحتهم وبس، مع إن عددهم بيبقى قليل، بس معترضين على كل حاجة ومفيش أي حاجة بتعجبهم. حاسين إن هم فاهمين في كل حاجة في الدنيا، وعندهم الإحساس إن هم أقل من كل الناس، عندهم إحساس بالدونية وإن هم دايما مظلومين والناس دايما جاية عليهم. يا حرام، لأن عندهم الإحساس بالدونية عالي، فبيحاولوا دايما إن هم يظهروا عكس ذلك، وإن هم ما عندهمش عقد نقص ولا أي حاجة، فدايما تلاقيهم بيشتموا في أي حاجة في الدنيا. أكيد أنت مر عليك وأنتي مر عليكي شخصيات زي كده. ساكني كهوف دول في أي شركة أو مجال عمل دايما تلاقيهم بيغلطوا في الإدارة. ومش بس الإدارة أو أي حد مسؤول أو مركزه عالي، ومعتقدين إن هم لما هيبقوا في مركز يتيح ليهم إن هم يبقوا مسيطرين ومسؤولين، إن هم هيقدروا يغيروا الكون في المجال، هيقدروا يعملوا أكتر من كده بكتير. لو ساكني كهوف دول عندك منهم في شغلك، فأنت لازم تتجاهلهم تماماً. لو عندك من النوعية ساكني كهوف دول في مجال شغلك، فأفضل حاجة إن أنت تتجاهلهم، تكمل طريقك للآخر طالما إن أنت دارس صح وفاهم ومتأكد من هدفك. واوعى تفكر إنك أنت تحاول تكسبهم، لأن هم ليهم طريقة ملتوية كده ومتلونة زي الحرباية بالظبط. عادة هم بيتكلموا قدامك بطريقة ومن وراك بطريقة تانية خالص، وبيحسوا إن هم كائنات صغيرة كده قدام الشخصيات القوية وما بيقدروش يواجهوهم. بيبقوا من قدامك زي ما قلت بوش ومن وراك بوش تاني. ساكني كهوف عادة في البيزنس بيحبوا دايما إن هم يدخلوا في خلافات، وطريقتها في المناقشة عادة بيبقى فيها تجاوز كده، ومناقشاتها بتبقى غير محترمة. ده لأن هي شخصيات فاضية أصلا، عقلها بيبقى فاضي، فبتحاول تثبت حاجة يعني ليس ذات أهمية أو مش صحيحة، بالتالي أنت بتضيع وقتك معاه. الشخصيات دي بتعمل كده في الشغل. في الحياة بقى بتلاقيها بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب. لو انت مثلا في وسط عيلة، في وسط مجال، بتحاول ان انت تتكلم وبتاع، بتلاقي دايما انت لما تقول اي رأي او بتقترح اي حاجة او بتتناقش في اي موضوع او لو ليك حقوق بتتكلم فيها، دايما على طول الخط بترفض. لا لا لا، ما ينفعش، ما ده مش كده، ده اصل كذا واصل واصل واصل. وبيعتقدوا ان هما لو مشيوا بمبدأ خالف تعرف ان هو ده هيميزهم وهيخليهم متميزين. هي الفكرة ان هما يقولوا لا حتى لو الفكرة صح. لا بقى، منطقهم، فكرهم، دماغهم الفاضية هي مصورة لهم ان هي دي. هما عندهم تحجر في الفكر وفي الاستيعاب وفي الفهم. فدي التجاهل كده، وانك انت كده تخليهم كده على جنب على جنب كده، ده اسلم حاجة معاهم عشان ما تتعبش نفسك، سواء كان في شغل او كان في الحياة. ابعد عن ساكني الكهوف، ده نوع من انواع البشر
موجود في الشغل، وانا شرحته لكم على حسب زي ما قلت لكم علم نفس إدارة الأعمال. بتبقى شخصيات متحجرة كده في العمل وفي الحياة. وشكرا ليكم.